السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد التحليه او لا تارت اللي ما كتحتاج للفران وما فيهاش مكونات بزاف وكتجي لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. نبداو على بركه الله. هنا استعملت هذا القالب، القطر ديالو 24 سنتيم. نتوما تقدروا الا بغيتو تجيكم طالعه بزاف تقدروا تستعملوا مول اصغر. كيف ما كتلاحظوا فانا ما طيبت لا جينواز ولا والو، فخديت هاد الجينواز كتباع هكا جاهزه. يعني بالنسبه للاخوات في المغرب راه كاين واحد الجينواز كتباع بشي 2 دراهم، تيقولها البليغه، راه عند مال المحلبات وفي اي بلاصه كتلقاوها كتباع غير ب2 دراهم. كتكون من الداخل ديالها عامره يا اما بالبيستاش اما بالكراميل اما بالشوكولا، فتقدروا تستعملوا هذيك فكتجي زوينه. وانا بما اني انضغط مزيان بهذا الشكل هذا باش يجينا سطح متساوي. فانا هنا سقيتها بالحليب والشكلاط، نتوما تقدروا تسقيوها باش ما بغيتو، لكم الاختيار. اولا الا كانت الجينواز خدتو الجينواز اللي هي كتكون شويه ما ناشفاش يعني بلا ما تسقيوها. انا احتاجيت نسقيها لان الجينواز اللي خديت شويه ناشفه. ندوزو للكريمه. بالنسبه للكريمه فاحتاجيت هنايا 700 مليلتر ديال الحليب و3 ديال المعالق كبار معمرين مزيان من نشا الذره او المايزينا، واستعملت هنا 2 اكياس ديال الفلو ديال البندق اي نوازيت او البندق. فانتوما ممكن تستعملوا فلو ديال كراميل او لا شوكولا او لا الذوق اللي نتوما تعجبكم. فانا هنا ما استعملتش السكر لان الكريمه فيها الفلون فيها سكر، فعلى حسب الفلون اللي غادي تاخدو. فمن بعد ما كيعقد معايا الخليط كنضيف ليه واحد 60 غرام ديال الشوكولاته البيضاء تكون نوعيه جيده، وانا هنا ضفت ليه واحد المعلقه كبيره ديال الكراميل الجاهز اللي العلبه ديالو هي محطوطه كيف ما كتلاحظوا في الصوره. ممكن الاستغناء عن الكراميل، فانا كان عندي وبغيت نضيف هذه الاضافه. ممكن الاستغناء عن الكراميل تكتفيو فقط بالشوكولاته البيضاء، غير من الاحسن تكون نوعيه جيده. في هذه المرحله نحاول نخويو الخليط بسرعه قبل ما يبدا يعقد معنا لانه كيعقد بسرعه. ندخلوه مباشره للثلاجه، خاصو يبرد مزيان مزيان، خاصو يكون بارد مزيان. بعد ما وضعناه في الثلاجه غندوزو نحضروا مع بعض الكلاصاج اللي احتاجيت له نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الكريمه السائله، و2 معالق كبار ديال الكاكاو اولا 3 صغار. غادي نحركو مزيان مزيان ونوضعوه على النار واحد المده ديال دقيقه. من بعد دقيقه غنزولوه من على النار ونضيفوا ليه واحد 100 غرام ديال الشوكولاته العاديه اللي كنحتاجو للحلويات، ماشي ضروري تكون هذيك اللي استعملت فانا استعملت دوك الحبيبات لان ما كانتش متوفره عندي، فانتوما تقدروا تستعملوا الشوكولاته العاديه. فانا خليت الحلوه ديالي حتى بردات مزيان مزيان وخليت على داك الكلاصاج حتى دفى شويه. ما نقدروش نديروه هو ساخن عاد باش فرغته فوق منها. في بلاصه هذا الكلاصاج تقدروا تستعملوا فقط الشوكولا مع الزيت، يعني بلا ما تضيفوا لها السكر والكريمه السائله، فتكتفيو غير بالشوكولا والزيت فكتجي احسن من هذه. انا جربتهم بجوج عجبني ندير لها الشوكولا والزيت فقط احسن من نضيف لها الكريمه السائله. انتم لكم الاختيار.
وهنا زينتها فقط بالشوكولا بيضاء، ذوب شوكولا بيضاء وزيتها هكايا بشكل خطوط على هذا الشكل هذا. والتزيين كيبقى حسب الرغبه شنو اللي موجود عندكم. والجوانب ضفت لهم شويه ديال البسكويت مطحون، وهاد الحلوى تقدم بارده حتى تبرد مزيان. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، واشتركوا في قناتي الا كنتم مازال ما مشتركينش في القناه، وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش هكا تكبر شويه العائله ديالنا ان شاء الله. فكيف ما كتلاحظوا معايا هكا كيفاش جات كتجي زوينه، فعلا كتجي زوينه وسريعه التحضير، يعني ما كتحتاجيش شي وقت بزاف، ما كتحتاجيش شي مجهود، وما فيهاش مكونات، وزوينه. كنتمنى انكم تجربوها.